بما إن الأجازة اللي إحنا كنا مستنيينها بقالنا قرن وعايزين نغيّر فيها العالم قرّبت تخلص مش بس جات، وبما إن كلنا خلاص نتيجة الثانوية ظهرت وكلنا أخدنا الأجازة، فكده إحنا محتاجين نفوق لنفسنا شوية ونشوف الكلام على إيه. وأنا النهارده مش جاية أقول لكم هنعمل إيه في الأجازة، لإن كل واحد كان عارف هو المفروض يعمل إيه في الأجازة ومخطط لحاجات كتيرة أوي طول ليالي الامتحانات، زي قراية كتب، زي سفر، نزول الجيم، زي تعلم 15 لغة. المهم كل واحد عارف هو كان المفروض يعمل ايه في الاجازة. بس النهارده انا جايه اقول لكم على شويه حاجات تعالوا ننقذ بيهم الاجازه ونبطل نعملهم عشان نستفيد منها على قد ما نقدر. ف if you need to know please let's go. اول حاجه محتاجين تبطلوها في الاجازه هي ان انتوا تبطلوا تعاملوا الموبايل على انه مربوط بسلسله في ايديكم، وتحاولوا تحرروا نفسكم او تعالجوا نفسكم من ادمان السوشيال ميديا، واللي هو اكيد بيعطلنا كتير عن كل حاجه احنا محتاجينها. ودلوقتي مفيش حجه ان انا مستنيه جروب الدفعه او مستنيه المستر يبعت لي حاجه او مستنيه كذا وكذا وكذا. وانا لو فضلت اكلمكم عن اضرار السوشيال ميديا وقد ايه بتسرق من عمرنا ومن وقتنا مش هتكفي الحلقه دي، بس ده مش موضوعنا. اهم حاجه حاولوا تسيبوا الموبايل وتبداوا تعملوا الحاجات اللي انتوا كان نفسكم تعملوها في الاجازه ومأجلينها لبعد الامتحانات. وصدقوني هتتفاجئوا ان في بركه في الوقت، وان الوقت فعلا كتير مش بيتسرق زي ما بنبقى قاعدين على الموبايل، وهنقدر نعمل حاجات كتير قوي في يومنا، وكمان هنتعرف على نفسنا اكتر واكتر. وانا هنا مش بقولكوا تسيبوا الموبايل خالص، لا، انتوا محتاجين ان انتوا تحددوا وقت هتمسكوا فيه الموبايل لو تقدروا، ولو مش هتقدروا خالص على الاقل حددوا وقت مش هتمسكوا فيه الموبايل. صدقوني هتتفاجئوا بالنتيجة. كمان محتاجين تبطلوا قاعدة في اوضتكم طول الوقت. عارفة ان السحلة مع الافلام والمسلسلات والقعدة بلا هدف كده وحشتكم كتير، بس ده ما يمنعش خالص ان احنا محتاجين نطلع من الأوضة دي ونبطل التوحد ده ونتعرف على الناس اللي احنا عايشين معاهم في البيت، وهو بالمرة نصلح اي حاجة من اللي بوظت علاقاتنا الاجتماعية. وطبعا مش محتاجة اقولكوا هتسيبوا الموبايل فين وانتوا طالعين برا أوضتكم. ومش متخيلين بقى أهمية ان احنا نبطل نقعد في البيت طول الأجازة عاملة ازاي. اخرجوا قدر المستطاع بالنسبة ليكوا، حتى لو هتنزلوا تشربوا عصير قصب، حتى لو هتروحوا تقابلوا حد من اصحابكم، او هتنزلوا تتمشوا شوية. لان من كتر الفرجة على السوشيال ميديا وان الناس التانية عايشين حياتهم عادي واحنا قاعدين في مكاننا، ده ممكن يسبب لنا كوارث زي المقارنات وعدم تقبل حياتنا. كمان مش بس كده، احنا هنحس ان احنا مخدناش اجازة اصلا. وطبعا مش محتاجة اقولكوا احنا لازم قد ايه نبطل ان احنا ننام طول النهار ونصحى طول الليل حتى لو احنا في اجازة، لانكم ببساطة لو عملتوا كده هتعملوا كل الحاجات اللي انا لسه قايله لكم تبطلوها، زي ان انتوا هتصحوا بالليل فمش هتلاقوا حد تقعدوا معاه فهتمسكوا الموبايل فتفضلوا قاعدين في اوضتكم، فيومكم مش هيبقى متظبط خالص. فضروري ان انتوا تحددوا وقت معين تصحوا فيه كل يوم، ده هيساعدكم ان انتوا تنظموا يومكم وتلاقوا وقت تعملوا فيه كل الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها. كمان ده هيساعدنا ننتظم على الصلاة اكتر. مش معنى ان احنا في اجازة ان احنا نصحى كل يوم نقول الكلام على ايه ومش عارفين احنا رايحين فين وجايين منين. وده بالعكس من اهم الحاجات اللي ممكن نعملها وتساعدنا كتير في اجازتنا هو الروتين. يعني مثلا نصحى من النوم ننظف سريرنا، ننظف اوضتنا، نفتح كده ندخل الهواء، ده اول حاجة. كمان ضروري جدا ان احنا نكتب كام حاجة محتاجين نعملها في اليوم، زي تو-دو ليست كده بسيطة، بس على الاقل نصحى من النوم كل يوم كده عارفين احنا المفروض نعمل ايه وايه اللي ورانا بالظبط. وما تنسوش بقى تبصوا بصة على الحاجات اللي كنا ناويين نعملها كتير قوي في الاجازة. وبما ان الاجازة جت فطبعا احنا كلنا رمينا كل ورقة وقلم تيجي قدامنا. عايزة اقول لكم ان من اهم الاوقات واكتر الاوقات اللي ممكن نستفيد فيها من الورقة والقلم هي الاجازة. الصح بقى ان احنا نركن الموبايل كده ونطلع الورقة والقلم، ودي حرفيا نينجا قادرة تغير لك حياتك وتقلبها رأسا على عقب. غير اننا ممكن نكتب التو-دو ليست اللي قلنا عليها من شوية، لا، في حاجات كتير قوي ممكن نستخدم فيها الورق والقلم، زي ابسطهم خالص ان احنا نقدر نفهم نفسنا. وصدقوني من اهم الاهداف اللي المفروض نحطها كتارجت في حياتنا او كبيج جول كمان في حياتنا ان احنا نفهم نفسنا ونتعرف عليها اكتر. اكتبوا مشاعركم وحللوها، اكتبوا الحاجات اللي انتوا نفسكم تعملوها وتاخدوا ستيب فيها. حرفيا اكتبوا كل حاجة في دماغكم، صدقوني الحركة دي سحرية. وبجد الورقة والقلم ثيرابي كبير جدا جدا، ممكن يساعدكم في أي موقف وأي مرحلة بتمروا بيها في حياتكم كلها.
فجربوا ومش هتندموا، وهتحسوا ان دماغكم اترتبت كده، وان التشتيت اللي معاكم ده قل كتير جدا. واخيرا حاولوا تبعدوا عن التسويف والكسل، لان دول من اكتر الحاجات اللي ممكن تعطلكم عن اي حاجه انتم ممكن تعملوها في حياتكم او ممكن تحبوا تعملوها في حياتكم. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وفادكم لو بحاجه صغيره، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.